بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. النهارده الشقة اللي كنت نزلتها لكم قبل كده. الشقة احنا قلنا حوالي 65 متر تقريبا. كنت منزلها لكم قبل الفرش، كنا لسه بنشطف فيها. وحبيت اوريها لكم بعد الفرش بقت عاملة ازاي. الحمد لله رب العالمين، اشتغلنا هنا على كل زاوية وكل مكان وكل قطعة قدرنا نحطها في مكان مناسب ليها. قدرنا نوفق الحاجات اللي العميل كلها كان عاوزها. زي ما احنا شايفين هنا اول جزء الصاله عندي انا، او الجزء ده بس كان صاله، وكل دي كانت بلكونه. هنا ما كانش فيه الجزء ده، كان الصاله الجزء ده بس اللي احنا واقفين فيه. كنت حابب احط فيها قطعتين، يعني كان لازم ان هم يحطوا سفره وكان لازم يحطوا جزء للضيوف. زي ما قلت المره اللي فاتت، احنا كسرنا الحيطه هنا واخدنا الجزء ده من البلكونه، وقدرت ان انا اعمل الجلسه دي هنا بالشكل ده. وهنا الجزء بتاع السفرة زي ما احنا شايفين، عملنا سفرة هنا في الجزء ده، سفرة بست كراسي، والسفرة من تحت القاعدة بتاعتها بتتفتح. بنستخدم الجزء بتاع القاعدة من تحت في الستور أو في التخزين. بيشيل معايا برضو أو شايل معايا أدوات. عملنا هنا كده البوفيه الصغير ده، برضو اخد المستلزمات بتاعه. عملنا فيه درج وعملنا فيه ضرفتين، واخد مستلزمات البوفيه. وعملنا نيش باترينا، اخد برضو الحاجات الخاصة بالنيش الازاز. وجينا هنا ورا المدخل او ورا الباب، عملنا جزء زي كونسول كده مودرن. عملنا رف وعملنا مرايه الخارج، ممكن يحط المفاتيح بتاعته او الموبايل او اي حاجه. وعملنا هنا كمان الجزء ده عملناه جزامه، ممكن تيجي كده. هنا الجزء ده عملناه بنستخدم بحط فيه الشوزات، فاخدت الجزء ده كله كده بحط فيه الشوزات. واليونت دي عملتها وراه تخزين. وحطيت هنا الغسالة هنا فوق اوتوماتيك، مش اوتوماتيك ستاندر، فوق اوتوماتيك بتتفتح من فوق، فكان لازم يبقى ليها مساحة من فوق. فعملت الغسالة هنا وعملت عليها ضرفتين، فبقت دي يونت كاملة فيها الغسالة وفيها ستور من فوق وفيها تخزين. وكان عندي الحتة دي كده، الجزء ده فيه هنا كاميرا، وفي حتة هنا حوالي 15 سنتي، فعملت لها برضو ضرفة استخدام بحط فيها جوه ادوات النظافة. وقدرت الحته دي ان انا احط فيها الغساله واحط فيها ادوات النظافه واعمل فيها تخزين، والغساله زي ما قلنا، واعمل فيها جزامه كبيره زي ما احنا شايفين، واعمل الجزء بتاع الكونسول او الجزء بتاع الاستقبال. هنا زي ما قلنا عملنا الجزء بتاع الاستقبال او الجزء بتاع الضيوف. عملنا كنبه كبيره وعملنا اتنين فوتيه، واستغلنا المساحه اللي احنا دخلناها من البلكونه ان احنا نقدر نظبط الدنيا هنا او القعده هنا. بعد كده عندي الغرفه بتاعه الليفينج، دي المساحة بتاعتها زي ما احنا شايفين. عملت هنا كنبة حرف يو عشان اقدر استوعب اكتر عدد من الضيوف، يعني ممكن استخدم عدد كبير من الضيوف او استقبل عدد كبير من الضيوف هنا. وعملت هنا يونت الجزء بتاع الشاشة، عملت يونت طولية عملت فيها الاكسسوارات والحاجة اللي العروسة حابة تحطها. وعملت بديل رخام وحطيت الشاشة هنا في الواجهة، وعملت يونت تحت برضو ممكن ان هي تحط فيها حاجتها. واشتغلنا على الديكور والالوان بالشكل اللي انتم شايفينه عشان يبقى في تناسق ما بين الديكور بتاع الحوائط وما بين الاقمشه اللي احنا مستخدمينها وما بين السجاد والفرش. ده بالنسبه للجزء بتاع الليفينج والجزء بتاع الريسبشن والاستقبال. نيجي هنا بقى اهم جزء عندنا، اللي كان بالنسبه لنا تحدي بقى ان احنا نحط فيه الادوات دي كلها. المطبخ. المطبخ هنا لما يكون صغير او لما يكون مساحته مش كبيره، بنحاول ان احنا نخلي الباب في النص لو يسمح بكده عشان نقدر نوزع الاجهزه بتاعتنا. هنا بالفعل عملت كده. كان الباب ما كانش هنا، الباب اصلا كان في الجزء اللي ورا ده، فكان مضيع معايا الحيطه دي كلها. فلما نقلت الباب في النص قدرت احط الثلاجه، يعني بنيت على قد حدود الثلاجه بالظبط، وقدرت احط الثلاجه هنا في الجزء ده، وعملت فيها وحده تخزين. وهنا كده عملت جزء رخام. بعد كده هنا ده البوتاجاز في الوش، وعملت هنا الحوض، وعملت غسالة الأطباق فحطيت والمايكرويف طبعا حطيته في واحدة معلقة فوق. فأدي جهاز اتنين تلاتة أربعة غير الحوض، والغسالة حطيناها بره، والديب فريزر حطيته في أوضة الأطفال. فالمطبخ على قد ما كانت مساحته صغيرة، على قد ما كان تحدي ليا إن أنا أعمل كل حاجة أو أحط كل الأجهزة في المطبخ يعني، وأوزعه ويطلع الحمد لله رب العالمين بالجمال والشياكة والفخامة اللي هو بقى فيها. وبرضه مستخدمين ألوان
ثابته ما غيرناهاش في الشقه كلها، يعني عشان نظهر جمال البيت ونظهر الوسع بتاع البيت. بعد كده عندي هنا غرفه الاولاد. هنا الغرفه بتاعه الاولاد، عملنا سرير وسرير، سرير متر وعشرين وسرير متر وعشرين، وحطينا الديب فريزر زي ما قلنا هنا على اول الغرفه. وبعد كده عملنا هنا الجزء بتاع الدولاب. فقدرت برضو ان انا احط فيها الاتنين سرير واحط فيها الدولاب، وحطيت معاهم الديب فريزر، وحطينا برضو كمود ما بين السريرين. فقدرت برضو ان هي تستوعب معايا غرفة اولاد كويسة، يعني تشيل معايا لو عندي ضيوف، وان شاء الله يعني فيما بعد لما يبقى فيه اولاد. هنا ده الحمام. زي ما قلنا قبل كده، عملنا واحدة طولية ورا الباب، وهنا عملنا الكابينة بتاعة الشاور، وعملنا القاعدة بتاعة الحمام، وعملنا برضو الحوض، وتحت الحوض في وحدة برضو للاستخدام. فقدرنا ان احنا نستغل كل جزء او كل سنتي في المكان في التوزيع والتنظيم، مع ان المساحة كانت صغيرة ومش مساعدانا، بس قدرنا ان احنا نهندل الامور او نظبط الامور بشكل كويس يكون مناسب للعريس او لاصحاب المكان، ويكون برضو طالع بشكل شيك او بترتيب او بتنسيق مظبوط. طبعا هنا دي غرفة النوم، طبعا مش هنقدر نفتحها عشان الخصوصية، بس كنت شرحت لكم التوزيع بتاعها المرة اللي فاتت. هي فيها برضو اخدة سرير او دريسنج على الجنب، والسرير في الوش، واخدة جزء كده زاوية في السراحة، وفي برضو اماكن ادراج للتخزين بتاعت حاجة العروسة. زي ما انتم شايفين الشقة هنا كانت تحدي بالنسبة لنا زي ما بقول، وكانت العريس كان بيسألني اذا كنت ابيع الشقة ولا هتقدر تحط لي العفش بتاعي او تقدر توظف لي الحاجات اللي انا عاوزها. قلت له لا، ان شاء الله هنوظف الحاجة وهتبقى ان شاء الله احسن ما انت عايز. وبالفعل الحمد لله العريس مبسوط جدا او العميل مبسوط جدا، وفعلا قال لي الشقة طلعت احسن ما انا عايز، وما كنتش اتخيل يعني ان هي تطلع بالشكل ده او بالجمال ده. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، واشوفكم في حاجة جديدة ان شاء الله قريب جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.